الحمد لله رب العالمين، دبر الأكوان بحكمته البالغة العلية، وجدد الأيام فكانت لمن تدبر عظات جلية. سبحانه سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أحمده تعالى وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمر عباده المؤمنين بالأمانة في الأقوال والأفعال والأعمال، ودعانا مرغبا في آداء الأمانات والمحافظة عليها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ونهى وحذرنا عن تضييع الأمانات وعدم المحافظة عليها، وعد ذلك من الخيانة بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فسبحانك يا مولانا بذكرك الورى نتنعم، وقد خاب عن ذكرك قوم قد عموا. شهدنا يقينا أن علمك واسع، وأنت ترى خفايا القلوب وتعلم. إن كان عفوك لا يرجوه إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير الآثم. وأصلي وأسلم على من أكمل الله ببعثته دين الإسلام، وأتم بشريعته معالم الحلال والحرام، المعلم من الجهالة والهادي من الضلالة والمنقذ من الغواية، القائل معلما ومرشدا وناصحا: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يا رسول الله، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الزمم. والجهل موت، فإن أوتيت معجزة فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال شوقنا لرؤيتها. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. أيها المؤمنون الكرام، شاءت إرادة الله وحده أن ألتقي
ألتقي اليوم بحضراتكم وسط هذا الجمع الطيب الكريم من آبائنا وشبابنا وقياداتنا وعلمائنا ومشايخنا لافتتاح هذا المسجد العامر في هذه القرية الطيبة الطيب أهلها، وفي الجمعة الأولى لافتتاح هذا المسجد العامر. إننا اليوم على موعد لنطوف في رحاب منظومة القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة التي جاء بها نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. إننا اليوم على موعد للحديث عن الأمانة ووجوب التحلي بها للعامل والصانع وللفرد والمجتمع كله، في ضوء قرآن ربنا وسنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. إن الأمانة خلق نبيل وقيمة فاضلة تحلى بها الأنبياء والمرسلون، فما من نبي إلا وتحلى وتجمل بهذه القيمة النبيلة. إني لكم نذير أمين. موسى عليه السلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي لقبه الكافرون والمشركون قبل بعثته بالصدق والأمانة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في القرآن الكريم يدرك إدراكا تاما قيمة ومكانة ومنزلة الأمانة وأثرها العظيم على الفرد والمجتمع كله. قال الله سبحانه عبر أسلوب تأكيد ما أجمله وما أعظمه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. تأكيد يبرز قيمة ومكانة الأمانة قديما وحديثا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والراجح من بين أقوال علمائنا أن الأمانة في هذه الآية عامة تشمل على كل أمانة فيما بين العبد وربه، وفيما بين العبد وبين إخوانه من المسلمين والمسلمات، وإن شئت فقل فيما بين العبد وبين الناس أجمعين. وحد الله أيها الحبيب. وفي ختام هذه الآية القرآنية المجيدة ختام رائع، إبداع ما بعده إبداع، يبرز عظمة وجلال وإعجاز القرآن الكريم. في نهاية هذه الآية
إن الله كان سميعا بصيرا. فالله سبحانه سميع بصير، يعلم علم اليقين متى حافظتم على آداء الأمانات، بصير يعلم السر والنجوى لا تخفى عليه خافية. وفي القرآن الكريم يبين ربنا سبحانه قيمة ومكانة الأمانة بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحد الله أيها الحبيب. والعرض للأمانة في هذه الآية القرآنية المجيدة دار حوله خلاف بين أهل العلم. انتبه معي الآن جيدا لهذا التأصيل العلمي الدقيق. إنا عرضنا الأمانة. الأمانة بصفة عامة أداء الحقوق والواجبات فيما بينك وبين ربك، وفيما بينك وبين الخلق أجمعين، مسلمين وغير مسلمين. والعرض للأمانة على الراجح أنه حقيقة في هذه الآية المجيدة، يبين من خلاله ربنا الحمل الثقيل لأداء هذه الأمانات. فمن أداها على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الصادق الأمين، ومن حاد وانحرف وضيع الأمانات فهو الكاذب المنافق الخائن والعياذ بالله. اللهم اجعلنا جميعا من المحافظين على آداء الأمانات يا رب العالمين، وباعد بيننا وبين الكذب والنفاق والخيانة يا من تقول للشيء كن فيكون. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أمر ثقيل وحمل عظيم آداء الأمانات إلى أصحابها وأهليها، مسلمين كانوا أم غير مسلمين. نأت الجبال الشامخات والأرض والسماوات عن تحمل هذا الحمل الثقيل فأبت خوفا وإشفاقا لا تكبرا ولا إعراضا، لأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله. وتقدم الإنسان الضعيف الحول المشتت الإرادة لتحمل هذا الحمل الثقيل، المحافظة على آداء الأمانة بصدق ويقين وإخلاص. فمن أدى الأمانة بصدق وأمانة سعد في الدنيا ونجا في الآخرة. وأما من حاد أو انحرف فلا يلومن إلا نفسه. فالقرآن بين أيدينا فيه من الترغيب لوجوب المحافظة على هذه القيمة النبيلة وهذا الخلق الفاضل العظيم الكثير والكثير من الآيات. اقرأ إن شئت قول خالق الأرض والسماوات: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويأتي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هناك 4 أمور
إن تحققت في أي إنسان لا يبالي بما فاته من الحياة الدنيا، من بينهن التحلي بأداء الأمانات إلى أهليها، والصدق في الحديث إلى غير ذلك. وأظن أن هذا الحديث مما لا يخفى على أمثالكم، بل إن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين تحقيق الإيمان وبين التحلي بأداء الأمانات فيما بينك وبين ربك وفيما بينك وبين الناس أجمعين. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وحد الله أيها الحبيب. في عصرنا هذا ما أحوجنا إلى تطبيق عملي لمنظومة القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة. الحديث عن الأمانة حديث شيق وماتع وجميل، ولكن عندما نبحث وننقب في دنيا واقع الناس تجد العجب العجاب. أين الأمانة في الأقوال والأفعال؟ أين الأمانة في عصرنا هذا لدى الصانعين والمتاجرين والعاملين والموظفين؟ إن شئت فقل ما أحوجنا في عصرنا هذا لتطبيق الأمانة شعارا عظيما نبيلا في أقوالنا وأفعالنا وسائر أمور حياتنا. العمل أمر واجب في شريعة الإسلام العظيم. من هنا يجب على العامل أن يتخذ الأمانة شعارا له في كل وقت وحين. الصانع في عصرنا هذا ما أحوجنا إلى أن نراه صادقا أمينا في أقواله وفي أفعاله، لا يخلف وعدا، يراعي العهود والمواثيق، لا يغرر بغيره، لا يكذب على غيره، بل إن الأمانة شعارا قويا ينطبق على كل قول وعمل له. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة الطيبة. لقب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أجمعين كانت الأمانة صفة متأصلة في نفوسهم جميعا. وحد الله أيها الحبيب. فما أحوجنا في عصرنا هذا إلى أن يعلم المعلم والأستاذ أن الطلاب أمانة بين يديه. ما أحوجنا في عصرنا هذا إلى أن يعلم الطبيب أن المرضى أمانة بين يديه. ما أحوجنا في عصرنا هذا إلى أن يعلم الإمام والعالم والشيخ أن الأهالي والرواد وشباب المسلمين في كل وقت وحين أمانة بين أيدينا، نصوب أفكارهم المشوهة وندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، خاصة في عصرنا هذا، لأن المنهج الدعوي ما أحوجه إلى أن يقوم أصحابه والقائمون عليه إلى أن يتحلوا بالصدق والأمانة في كل وقت وحين،
وكيف لا. والمنهج الدعوي لم يترك ربنا سبحانه تحديد أصوله ولا معالمه إلى أي أحد كائنا من كان، ولو كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقرأ إن شئت قول الله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ما أحوجنا في وقتنا هذا إلى أن يحرص كل صانع وتاجر وعامل بوجوب تحقيق المراقبة لخالق الأرض والسماوات. حدث ولا حرج، الكثير من الناس يراقبون المخلوقين. المهم ألا يراك مديرك أو رئيسك في العمل: يا هذا، أفلا تعلم أن الله سبحانه يعلم السر والنجوى؟ إن الله هو السميع البصير. إن الله كان عليكم رقيبا، والله الذي لا إله غيره. إن كمال تحقيق الأمانات لا يمكن أن يتحقق إلا بإحسان المراقبة لله وحده جل وعلا. يا من تفعل هذا، أين أنت من قول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. أين نحن من إتقاننا للعمل؟ والله سبحانه يقول: صنع الله الذي أتقن كل شيء. والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله العلي القدير وأنتم موقنون الإجابة. الحمد لله يا رب. يا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول أمرنا وأحسن ختامنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا على الإيمان الكامل والكتاب والسنة المباركة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم برحمتك الواسعة الآن عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وغمنا، يا من تقول للشيء كن فيكون. أحبتي في الله، إن التحلي بآداء الأمانات أمر واجب في شريعة الحبيب النبي، وخيانة الأمانة من أكبر الكبائر. ما أحوجنا إلى أن نتخذ الأمانة شعارا لنا إلى أن نلقى ربنا سبحانه. أيها الجمع الطيب الكريم، إن الحديث عن منظومة القيم النبيلة وأخلاق الإسلام الفاضلة يحتاج منا إلى لقاءات ولقاءات، ولكننا على جناح من السرعة نعرج من باب أن لكل مقام مقال. جئنا اليوم وسط آبائنا وشبابنا وقياداتنا التنفيذية والنيابية والأمنية والقضائية وأهل هذه القرية الطيبة
لنفتتح صرحا إيمانيا ما أجمله وما أبدعه. هذا بيت بني بأمر الله وحده، بني وأسس على التقى والتوحيد والإيمان بجهود مباركة من أهل هذه القرية الطيبة ومن أهل الخير، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف المصرية. هذه الوزارة التي تبلغ الدعوة الإسلامية في الداخل وفي الخارج. نتخذ الإخلاص والأمانة شعارا لنا في كل وقت وحين كرجال ائتمنا على تبليغ هذه الدعوة وآداء هذه الأمانة بأمانة على مراد الله ومراد الحبيب النبي صلى الله عليه وآله أجمعين. من هنا أخاطب الجميع قائلا: هذا المسجد عندما تدخل إليه تسر سرورا عظيما. هذا صنع بشر لبشر، هذا إعداد بشر لبشر، فكيف بإعداد رب البشر للبشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر؟ يا من شيدتم هذا المسجد العامر، يا من سهرتم الليالي وقضيتم الأيام كلها تنقبون وتبحثون وتتاجرون مع الله وحده جل وعلا حتى قام هذا البيت العظيم وأصبح مسجدا تتم فيه الدعوة إلى الله وطاعة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله أجمعين بالحكمة والموعظة الحسنة. هنيئا لكم جميعا، وهنيئا لأهل هذه القرية العامرة بيت الله المبارك هذا. قلت لحضراتكم: هذا إعداد بشر لبشر. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن من بنى لله مسجدا ولو كان البناء صغيرا بنى الله له به بيتا في الجنة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. النزل ما يعد ويجهز للضيف يقبل عليك. تخيل وعش بقلبك وعقلك وسائر جوارحك. يا من وفقكم المولى سبحانه للمتاجرة معه في تشييد وعمارة هذا المسجد العظيم. تجارتكم تجارة رابحة ثوابها عظيم وأجرها كبير. يكفيكم فخرا وصف الملك الجليل لكم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والحديث عن صفاتكم أيها المؤمنون الكرام حديث طيب وماتع وجميل. فهذا بيت الله بني بأمره، اجعلوه منارة للتبليغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله أجمعين. علموا فيه الشباب حسن التبليغ عن الله والأدب الجم الرفيع مع رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين. فما أجمل وأعظم أن نطبق الإسلام بقيمه النبيلة
وبأخلاقه الفاضلة. الإسلام ليس مجرد أداء عبادات فحسب، بل لا بد وأن يتحقق أثر العبادة في المعاملة. لا بد وأن نري العالم كله قيم إسلامنا النبيلة وأخلاق إسلامنا الفاضلة التي دانت بهما الدنيا للحبيب النبي والصحب الكرام للحبيب النبي على عهد محمد صلى الله عليه وآله أجمعين. أسأل الله العلي القدير أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا واقض ديوننا، آتنا نصرك الذي وعدتنا. اللهم بيض وجوهنا وزك نفوسنا واشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين واحفظ نساء المسلمين واعصم بنات المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما. لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا الآن شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في شتى بقاع الأرض كلها يا قوي يا عزيز يا الله. ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا ربنا بما فعلنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم قربنا جميعا من الجنة وباعد بيننا وبين النار، ونضرع إليك يا ربنا في هذا اليوم الطيب المبارك الأغر وفي هذه الساعة العظيمة لعلها تكون ساعة إجابة يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها بحفظك يا حافظ يا الله. اللهم اجعل مصر وأهلها في أمن وأمان وفي سلم وسلام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا، اللهم اهد بنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.